القائد ايش يقول؟ القوميين. احيانا القائد لما يقول المرأة هي الحياة، ليش بيقول هاي؟ فالمرأة، فهاي الابن اللي هلا يتحكم بها او الزوج يتحكم بها، فمنها من المرأة. طبعا اليوم احنا ضمن الفعاليات اللي قامت بها المرأة لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن الفعاليات الدورة التدريبية للذهنية الذكورية بشكل كامل. واليوم احنا انضمينا يعني لهذه المحاضرات بشكل عام. طبعا تتعرض المرأة يعني خلال الانكسار الاول والثاني الى العنف يعني من قبل الذهنية الذكورية ومن قبل المجتمع، والازدهار كامل كان للمرأة عبر العصور بشكل عام. وطبعا اشكال العنف كثيرة يعني تمارس على المرأة، يعني من خلال يعني سحب ارادتها وضربها او اهانتها او استغلالها بكدحها بكثير من العنف اللي يمارس على المرأة بشكل عام، يعني او عدم ابداء رايها في المجتمع بشكل كامل، او استغلالها بجميع جوانب الحياه بكل المشاكل اللي تعاني منها المرأة يعني عبر العصور بشكل كامل. طبعا العادات والتقاليد اللي بالمجتمع دائما كانت هي ضد المرأة، يعني اكثر هذه العادات يعني هي من خلال يعني عدد صاح المجال لها بتحديد ارادتها او العيش مع شريك الحياه بشكل كامل. كان العادات والتقاليد ايضا اسباب في هذا الموضوع، يعني من الحيار وغيرها، واستملاك المراه او استبدال المراه بمراه ثانيه، كله كان هذا هو نوع من الاضطهاد يكون على المراه بشكل كامل. يعني طبعا المجتمع شلون يتخلص من هذه المشاكل بشكل كامل؟ من خلال الوعي يعني، وادراك ان المراه هي الشريكه الاساسيه في الحياه، وتفعيل الحياه النديه او الشراكه الحقيقيه للمراه والتوازن بين المجتمع، وان تكون المراه هي الرائده الاولى بالمجتمع، وهي المجتمع العمومي الذي استطاع خلال التاريخ ان المراه تجسد هذا المجتمع بكل جوانبه من الناحيه الاخلاقيه والوجدانيه والاجتماعيه بشكل كامل. واحنا اليوم كمان كمجتمع اليوم ضمن هالفلسفه، فلسفه الامه الديمقراطيه، نقول هناك تحرر كبير يعني بين المجتمع من خلال تقبل فكر المراه، وايضا من خلال مشاركتها المراه في تطوير هذا المجتمع والنهضه بهذا المجتمع في كل جوانب الحياه. طبعا في شهر العنف ضد المرأة في عندنا سلسلة فعاليات. من هذه الفعاليات في عندنا دورة مفتوحة للتعريف بحقيقة العنف الذي يمارس على المرأة. طبعا نحن اليوم كثورتنا ثورة مرأة، وندعو إلى تحرر المرأة من كافة أشكال العنف التي تقع عليها، سواء العنف الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، من خلال العادات والتقاليد البالية التي تحكم المجتمع، ومن خلال الذهنية الذكورية والسلطوية الذكورية التي تسيطر على هذا المجتمع، والتي أدت إلى انكسارات كثيرة للمرأة تعرضت لها عبر العصور. نحن اليوم نحاول بقدر المستطاع أن نعيد المرأة إلى الدور الريادي، إلى الدور الطبيعي، إلى الدور الطبيعة الأولى، الطبيعة البشرية الأولى من خلال المجتمع الطبيعي. ولكن طبعا اليوم من خلال مؤتمر ستار ومن خلال لجنة المرأة القيام على هذه الفعاليات في شمال وشرق سوريا من أجل التعريف بحقيقة المرأة، ومن هي المرأة، وما دور المرأة في بناء المجتمع وتطوير المجتمع. إن المرأة هي اليوم الحياة التي توهب الحياة، فنحن طبعا مع المرأة ومع ثورة المرأة ومع ذهنية المرأة.